كان مؤمن انه تناسخ لروح اخوه المتوفي، ولما اتشهر ونجح كان بيصرف شهريا تقريبا $500,000 على حياته المترفة. كان من اعلام الحركة السريالية اللي اتطرد منها، ولما كان في الجامعة كان حلمه يطرد لانه كان شايف ان المدرسين ما عندهمش القدرة الكافية ولا الموهبة ان هم يحكموا على عبقريته. اكثر الفنانين على الاطلاق اثارة للجدل، النهاردة هنتكلم عن سلفادور دالي. في 11 مايو 1904 تحديدا الساعة 8:45 في مدينة فيجويرس في كاتالونيا اسبانيا اتولد سلفادور فيليبي جاسينتو دالي، لأب محامي من الطبقة الوسطى انفصالي وعنيف، ولأم كانت بتشجع ابنها على الفنون. ونشأ دالي معتقدا ومقتنع ان هو حبه للرفاهية وللعيشة الرغدة كان بسبب ان هو منحدر من اصول مغربية. اتسمى بالاسم ده على اسم اخوه المتوفي قبل ولادته بمدة بسيطة، فكان مقتنع ان هو واخوه شخص واحد، وان اخوه هو النسخة الأولى منه وهي نسخة مجردة وهو النسخة الجديدة. في طفولته كان بيلعب كرة في الشارع مع أصدقائه في مدينة كاتالونيا اللي أصبحوا بعد كده لاعبين في نادي برشلونة زي إيميليه ساجا جوزيب ساميتير. دخل مدرسة الرسم في 1916، والسنة اللي بعدها أبوه عمل له معرض لوحاته بالفحم في بيتهم. في 1918 اتعمل له أول معرض رسمي ليه في بلدية المدينة، وعمه كان عنده محل كتب فكان على طول بيديله كتب عن الفن التكعيبي اللي شفناه في أعمال بيكاسو والفنون المعاصرة والمستقبلية. في 1921 توفيت أمه وهو كان عنده 16 سنة بس، وده أثر فيه جدا طوال حياته لأنه كان متعلق بيها جدا، وذكر إن هي كانت أكبر صدمة في حياته. في 1922 انتقل لمدريد ودرس في الأكاديمية الملكية للفنون. هناك اتصاحب على الكاتب الكبير بيبين بيلو والمخرج الأسطوري لوي بونويل، ختاما بالشاعر والكاتب فيدريكو لوركا واللي أصبح صديقه حتى وفاته. كان بينزل الشاب دالي للمتاحف ويدرس لوحات العظماء، واختبر في الفن التكعيبي لوحات زي كاباريه سين ونايت ووكينج دريم، ودايما كان بيقرأ لفرويد، وده ظهر تأثيره في حياته الفنية. في 1926 راح لباريس وقابل بيكاسو، وساب بعدها الأكاديمية قبل الامتحانات لأنه هو كان مقتنع إن هو خلاص أتقن الرسم وخلص الموضوع، بدليل لوحات زي ذا باسكت اوف بريد، وعمل مجموعة معارض بعدها نجحت كلها. من 1927 بدأ تأثير السريالية، وهي عبارة عن نوع من الرؤية الفنية بين الواقع والحلم، وهو بيشابه الأحلام أكتر وبيكون شديد الرمزية وروحاني، وفي الغالب ما بيكونش منطقي، ودي حاجة منغمسة في العقل الغير واعي. يعني باختصار مشابه للحاجات اللي بنشوفها لما بنحلم أو أحلام العصاري زي ما بيقولوا. وده ظهر في لوحات زي Honey is sweeter than blood و Gadget and Hand. ومع الوقت زادت السريالية في أسلوبه، وانتقل تدريجيا من الكلاسيكية للأفانتجارد اللي هي التجريبية، وجذب الجميع بشغله وعمل ضجة كبيرة جدا. وبعديها ربى شنبه الشهير اللي كان متأثر فيه بالرسام دييجو فيلاسكيز، والشنب ده بعد كده بقى أيقونة عن دالي نفسه. في 1929 عمل تعاون مع المخرج الكبير لوي بونويل اللي كان زميله في الأكاديمية، وعملوا فيلم الكلب الأندلسي. وبعدها قابل حب حياته جالا، وكانت أكبر منه ب10 سنين ومتجوزة، ودخل بقى في عمق الرغبات الإنسانية المدفونة والسريالية بلوحات زي The First Days of Spring و The Lugubrious Game. وأتقن بعدها أسلوب هو سماه Paranoid Critical Method، ودي كانت حاجة طبعا بتعمل مخدرات، بيخش فيها في حالة من الخوف الشديد والهلع لحد ما يختفي لحد الفاصل ما بين الواقع والخيال، ويرسم لوحاته وهو في الحالة دي. بعدها أبوه رفض علاقته بجالة دي تماما وقطع علاقته بأبوه، وفي سنة 1931 رسم لوحته الشهيرة The Persistence of Time، واللي بنشوف فيها سريان الزمن وذوبانه كأنه بيدوب، يعني كنظرة وتفسير إن الزمن غير حاسم وغير ثابت. عمل معرض بعدها في نيويورك، والنقاد هناك وصفوا لوحاته بإن هي كوابيس مجمدة. اتجوز بعدها جالا واللي كانت بتشتغل كوكيلة لأعماله، وفي نفس الوقت هي المسؤولة عن الحسابات، لأنه هو لو كانوا كملوا بالطريقة بتاعته كانوا هيفلسوا، فكان لازم حد يدير الفلوس دي والبذخ اللي هم فيه. عمل معارض بعدها ناجحة كتيرة جدا وباع لوحات كتير، وكان بيعمل محاضرات. في أثناء محاضرة منهم قال للطلبة إن هو الفرق الوحيد ما بينه وما بين المجنون إن هو مش مجنون. أثار بعديها الجدل بتوجهه السياسي، لأن هو ما كانش بيدين حد ولا واخد صف حد ضد حد، وطبعا كان ساعتها هتلر موجود، فكانت سلبيته دي بتسبب في ان هو الناس بتهاجمه دايما. اتشهر
بعدها بلبسه الغريب وبأسلوبه الأغرب وبالحاجات اللي كان بيعملها. ففي مرة في محاضرة من محاضراته كان لابس بدلة الغوص بتاعت زمان، مش زي بتاعت دلوقتي. بدلة الغوص بتاعت زمان انت بتركب جواها، فما كانش عارف يتنفس واتحبس جواها. فالناس افتكروه بيمثل وافتكروا ده جزء من الشو، وهو ما كانش شو. فهو فعلا كان بيتخنق وكان بيموت. لما طلعوه منها بعد كده وانقذوه قال لهم ان هو كان بيحاول يوريهم ان هو بيغوص في العقل البشري. بعدها عمل لوحة مهمة جدا في تاريخه اللي هي The Metamorphosis of Narcissus. وفي مارس 1938 قابل سيجموند فرويد اللي هو متأثر بيه جدا، وفرويد قال عنه ان هو متعصب ومجنون. دالي يزعل؟ لا طبعا، اتبسط جدا بالتعليق ده من فرويد. وبعدها بسبب الحرب العالمية قضى باقي الفترة الجاية دي كلها بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل معارض منها نجح ومنها ما نجحش، وعمل كتاب عن قصة حياته تحت عنوان الحياة السرية لسلفادور دالي، وكتب رواية اسمها Hidden Faces ودي ما نجحتش قوي. وصمم بقى كل حاجة يتخيلها الإنسان، عروض مسرحية وديكور وباليه وبرفانات ومكياج وحتى هدوم. وكان في تعاون ما بينه وما بين والت ديزني عشان يعملوا فيلم أنيميشن، بس التعاون ده ما كملش. في 1948 رجع اسبانيا هو وجاله مراته، واستقروا هناك بقى 30 سنه. وبسبب تأييده لحكم الفاشي فرانكو في اسبانيا قبل المده دي، ناس كتير جدا قطعته، منهم بابلو بيكاسو والحركه السرياليه نفسها اللي هو كان منها. زادت بقى العلامات الدينيه والرموز المسيحيه في شغله في لوحاته زي مثلا ذا مادونا اوف بورت ليجات وغيرها عن القديسين ورموز دينية في أسلوب سماه هو التصوف النووي، يعني التصوف الديني بس متأثر بالقنبلة النووية وعلم الذرة اللي كان بقى ساعتها في عزه بقى. بعدها قعد يجرب كذا أسلوب زي التنقيط والهولوجرام. وفي 1968 اشترى قلعة لمراته عشان تقعد فيها، وما كانش ينفع ان هو يروح لها غير لما يبعت لها جواب الاول يستأذنها عشان هي بتحب خصوصيتها يعني الست. بعدها صحته ابتدت تتدهور جدا، وكان عنده اعراض مشابهه للباركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش ده، غير الاكتئاب والادمان، وفقد القدره على الرسم تماما. وماتت جاله زوجته في 1982، وبعدها كرمه الملك خوان كارلوس ملك اسبانيا. وفي 1983 رسم لوحه ذا سوالوز تيل. محدش عارف هو رسم اللوحه دي ازاي، لان هو المفروض ان هو كانش بيعرف يرسم خلاص، لان ايده بتترعش على طول، خصوصا ان اللوحه دي كمان دقيقه جدا. بعدها تعب ودخل المستشفى، والملك زاره في المستشفى واهدى للملك اخر لوحاته هيدو في اوروبا. وفي 23 يناير 1989 توفي سلفادور دالي بذبحة قلبية عن عمر 84 سنة، واتدفن تحت مسرح في مدينة فيجويرس مسقط رأسه بجانب البيت اللي اتولد فيه. أهم لوحاته The Burning Giraffe، وهي لوحة عن معاناته مع الحرب الأهلية، وفيها 2 إناث مشوهين ومعذبين. تونا فيشنج تعتبر آخر تحفه الفنية الكبرى، رسمها في 2 سنين، وفيها أسلوب الأكشن في الرسم واستخدام التنقيط والرسم الهندسي والهلوسة الفنية، وبيجمع فيها من البشرية من التماثيل اليونانية لحد السينما المعاصرة، وهو اعتبرها أعظم إنجازاته الفنية. جالاتيا أوف ذا سفيرز بتعمقه في الفيزياء النووية ورجوعه للكاثوليكية رسم بورتريه لجالة زوجته، وشها بيتكون من مجموعة من الذرات اللي بتتفكك بشكل ثلاثي الأبعاد. ميتامورفوسيس اوف نارسيسوس من أهم لوحات السريالية، وفيها الخداع البصري، وبتتكلم عن نارسيسس اللي كان أسطورة يونانية واللي وقع في غرام انعكاسه على المية من كتر جماله، وهو هنا رسمه بشكل رمزي وسريالي جدا. كرايست اوف سانت جون اوف ذا كروس بتعتبر أهم لوحة دينية في القرن 20، وفيها المسيح مصلوب بس بدون دماء أو مسامير، وادعى دالي إن الصورة دي جات له في حلم. Soft Construction with Boiled Beans ادعى باللوحة دي إنه كان عارف إن الحرب الأهلية هتحصل قبل حدوثها ب6 شهور عن طريق قوة العقل الباطن، وفيها الرعب والتوتر والعنف وصراع بين جسمين وبيشكلوا جسم واحد كبير هيدمر نفسه زي الحرب الأهلية ما بتدمر البلد بغض النظر عن المنتصر فيها. Swan Reflecting Elephants فيها انعكاس الصورة على المية والخداع البصري ل3 بجعات بيتحولوا ل3 فيلة مع جذوع الشجر والهدوء
والثبات اللي واضح على البركة نفسها مع حركة السحاب في السماء. The Persistence of Memory أشهر لوحات سلفادور دالي، وفيها الساعات بتذوب ببطء على الصخور والحجارة، واستخدم فيها مبدأ الصلب والمرن في الرسم، فبنلاقي التصادم بين ذوبان الساعات وصلابة الحجارة والشجر، وبيرمز الصلب لصعوبة الواقع والمرن لنعومة النوم. واللوحة تم تفسيرها كتير على مر السنين وهو لم يشرحها نهائيا، وممكن نشوفها انعكاس لنسبية الزمان والمكان والاهتراء اللي بيواجهنا مع الموت، أو إنك تفسرها زي ما تحب، لأن هي دي السريالية. هي بالتأكيد أهم لوحاته وأعظم لوحات السريالية على الإطلاق. دالي عاش حياة مجنونة، عاش الحياة لآخرها، والناس اختلفوا عليه ما بين مؤيد ومعارض وكاره ومحب، لكن اللي معلهوش خلاف إن دالي كان أستاذ في رسمه وفي فنه وحريف بفرشته، وإن كان عنده قدرة على استيعاب الجنون اللي جواه وتحويله للوحات يخلدها التاريخ. دالي ساب لنا أحلامه وكوابيسه عشان نشوفها ونعرف ونحكم إن هو فعلا عرف يغوص في أعماق العقل البشري. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.